الطريق. بالظبط. ازاي ده يكون؟ من ابسط ما يكون ان تكون داعيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما حطش نصاب للداعيه مثلا ان يكون عنده حافظ القران ولا حافظ كل الاحاديث، لا ده قال حديث جميل قوي: بلغوا عني ولو ايه. ما اعتقدش ان في شاب النهارده مش حافظ سوره الفاتحه. قول لي انا ما عنديش معلومات في الدين. طيب يا سيدي ما عندكش، انا عارف. سيدنا ابو بكر يوم ما اسلم، اول من اسلم من الرجال سيدنا ابو بكر الصديق. أيوة. يوم ما اسلم سيدنا ابو بكر، ايه كميه المعلومات اللي كانت عند سيدنا ابو بكر؟ رجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه 6 من الصحابه. بالظبط. 6 من اول من اسلموا، رجع ب6. كان ايه معلوماته؟ وايه علمه؟ ايه اللي كان عنده في العلم؟ ما كان عنده علم، ده كان لسه يدوب الدين، يدوب اسلم بس وآمن. اسمح لي، يمكن هو عنده رسالة معينة ومبدأ معين عاوز يحققه بالفعل. نعم. وده أهم كتير من العلم. يعني أنا لو عندي كشاب رسالة بالفعل عاوز أحققها وتصميم عليها، هو ده اللي ممكن يكون أول الطريق. ومصمم. ايوه بالظبط. مش كده ولا إيه؟ ابدا احس ان الدعوه ده عمل واجب على كل مسلم. عمل واجب على كل مسلم. مفيش فرق بقى بين عالم ولا اقل علما ولا طالب. كل مسلم واجب عليه الدعوه. امر يعني العلماء كلهم اجمعوا على ذلك، على ان عمل الدعوه واجب وفرض عين لا فرض كفايه. يعني ايه فرض عين وفرض كفايه؟ عشان برضه نبسط الامور للشباب. فرض عين يعني على كل مسلم، فرض كفايه يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن هذا فرض عين على كل مسلم، ويستدل على ذلك باحاديث كثيره وبايات القران الكثيره، ان ربنا سبحانه وتعالى في كثير من ايات القران امر بالدعوه. جميل. حتى في آية جميل في سورة الشورى ربنا يقول ايه: شرع لكم من الدين. لا عاوزين نسمعها بقى بالصوت الجميل يعني. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. انا بس عايز اركز. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ربنا وصى نوح بايه؟ هنسمع دلوقتي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين. شوف الرسالة. وهي كلمة. أقيموا الدين. إقامة الدين بإيه؟ شوف لما الآية اللي بعدها تكملة الآية توضح المعنى. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. واخد بالك؟ صحيح. كبر على المشركين. إذن الله أمر الأنبياء والمرسلين كلهم بالدعوة إليه، وكذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. وهي دي الرسالة الحقيقية. نعم. إذا الرسالة على كل مسلم، طالب في الثانوي، في الإعدادي، في الابتدائي، شاب في جميع مراحل العمر، وجب على الإنسان الدعوة. لابد أن يكون داعي إلى الله بأبسط الأمور. أنا شايف وسائل الدعوة كثيرة جدا. يعني إحنا ممكن نتكلم، لو اتكلمنا في الوسائل كثير جدا. أنا في يوم يعني في رمضان اللي فات الماضي ده، في رمضان اللي فات، كنت بألقي دروس ما بين ال4 ركعات وال4 في صلاة التراويح. فكان شاب بيقول لي أنا عايز يبقى ليا دور. أنا أعمل إيه؟ أنا بصراحة كنت عايز أطلع الموبايل بتاعي وأصورك في الدرس اللي أنت بتقوله. أنا عجباني القصة الحلوة اللي أنت عمال تقولها دي، وعايز أسمعها لزمايلي في الشغل. عمال أحكي لهم، فبيقولوا لي طب سمعنا، طب وريني، طب بيقول إيه؟ فأنا طلعت الموبايل عشان أصورك وأسجل الخطبة بتاعتك او الدرس اللي انت بتقوله. هو بلفظه قال الخطبه، يعني هو ايه؟ قال اسجل الخطبه بتاعتك اللي انت بتقولها عشان اسمعها لزمايلي في الشغل، لاني مش عارف اقول الكلام اللي انت بتقوله بنفس النص. فحبيت اصور بس اتكسفت. فجيت تاني يوم في المسجد قلت له صور يا فلان، صور يا فلان. وده من دواعي الحب. يعني هو حب شيء، واللي بيحب شيء هيتفانى فيه وهيأديه بالفعل. ودي رساله يا فضيله الشيخ لكل شاب. يا جماعه الموضوع مش موضوع كلام ولا موضوع اسلوب، هو الموضوع موضوع انت قوي الحجه ولا لا. عندك